امبارح نزلت كام فيديو كده في حق علي معلول، والصراحه لو نزلت كل ثانيه فيديو هيبقى قليل على اللي علي معلول عمله معانا. اللاعب ده حرفيا من ساعه ما دخل النادي الاهلي في 2016 لحد امبارح لما نزل خبر خلاص ان هو ماشي من النادي الاهلي، وانا لو عملت كل شويه فيديو مش هوفيه حقه. ما بخلش علينا بنقطه عرق. جاله عروض في عز مستواه وتألقه، قال لك اللي بيربطني بالنادي الاهلي مش مجرد عقد، ده انتماء، ده انتماء. يبقى انت يا مشجع يا اللي اللاعب ده رفض عروض اكبر بكتير من اللي كان بياخده في النادي الاهلي، تقول لي يا اوفر وما يمشي ونجيب محترف مكانه ومصلحة النادي؟ طب على الاقل خلي اللاعب يدخل يبص على الكومنتات ويبص على رد فعل الجماهير، يلاقينا زعلانين من جوانا واحنا ما فيش حاجة في ايدينا نعملها. يلاقينا زعلانين من جوانا، حتة من قلوبنا. علي معلول ده حتة من قلوبنا، مش مجرد لاعب. مش لاعب بقاله معاك سنة ولا سنتين، ده لاعب بقاله معاك 8 سنين. 8 سنين. لو عدلك ايه ارقام وايه اللي عمله وايه اللي قدمهولك، مش الفيديو العشر دقايق دول مش هيكفوا. هحتاج اكتر من العشر دقايق دول، هحتاج ساعات عشان اوفي حق علي معلول. تقول لي يا اوفر وما يمشي قلة الاصل وصلت بيكوا للدرجه دي؟ وبعدين انا ما اتكلمتش، انا قلت لو هو هيمشي يمشي بطريقه تليق بيه. يعني اقنعني يا عزيزي المشاهد، ازاي هتخلد علي معلول اسطوره وانت ماشيه بالشكل ده؟ ازاي هتقول على علي معلول اسطورتك وانت ماشيه بالشكل ده؟ انا كل اللي طلبته ان الاداره تتعامل باحترافيه مع علي معلول، ما بتبقاش دي نهايته، ما تبقاش دي نهايه مسيرته معانا بالشكل ده، انك تحطه على قائمه الانتظار وبعد كده خلاص تقول له حتى ما قلتلوش مع السلامه، ده هو اللي مشي لوحده. قلت ان دي حاجه هتاثر عليك، هتاثر على عقودك الاحترافيه بعد كده. تتكلم على لاعب محترف، لاعب محترف جه صفوف النادي الاهلي، قدم لك اقصى حاجه ممكن يقدمها لاعب لفريق. مفيش حد هيقدم لك اكتر من اللي علي معلول قدمه في حياه تشجيعك كلها. ما هيجي لك محترف هيعمل لك نفس اللي عمله علي معلول معاك. انا كل اللي طلبته ان انت خلاص، لو انت هتجيب صفقات اجانب مكانه، تمام خلاص اعمل له عقد اعاره محترم 6 شهور، يطلع ويرجع يلعب معانا كاس العالم للانديه، وبعد كده خلاص لو انت علي معلول ما قدملكش المستوى اللي انت عايزه خلاص مشيه. بس ما يمشيش بالطريقه دي. بصوا انا مش لا هافور ولا همثل، بس يا جماعه والله العظيم احنا كمان والله بنشجع كوره، واحنا كمان بنحس، واحنا كمان علي معلول ده بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي، وبالنسبه لي انا على المستوى الشخصي. فما لاقيش كومنتات ناس قليله الاصل من مشجعين النادي الاهلي يقولوا لي وايه يعني، ما خلاص ما هيدي للنادي الاهلي. ايش عرفك ان هو ما عندوش اللي يقدمه تاني للنادي الاهلي؟ ما يمكن يقدم لك قد اللي فات 10 مرات. على الاقل ما تبقاش دي النهايه، خلي عندك اصل للاعب ما بخلش عليك، ادالك كل حاجه ممكن يقدمها لاعب كوره لفريق. انا مش عايزه حاجه، انا عايزه لما علي معلول يمشي اقول له مع السلامه، مع السلامه، وانا مبسوطه اللي هو قدمه. لو حتى قرر ان هو او قرر ان هو يمشي او قرر اي حاجه، ابقى مبسوطه له، اقول له خلاص يا علي تستاهل ان انت تروح تامن مستقبلك او تعمل زي اللي اي لاعب بيعمله. بس ما يمشيش بالطريقه دي، ما يمشيش وقلوبنا وجعانه عليه بالشكل ده. ده كل اللي انا طلبته، واظن ده من حقي ومن حق اي مشجع تاني قلبه محروق من امبارح على خبر مشي علي معلول بالشكل ده. ما يستاهلش.